بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأحيانا وأحياكم الله سبحانه وتعالى لكل عام. الفرصة ما بتجيش للبني آدم غير مرة واحدة في العمر. الكلمة دي بنسمعها كتير من كل الناس اللي حوالينا، بس لما جالك الفرصة أكتر من مرة وما تستغلهاش، يا ترى هتندم ولا هتفضل برضه مصر إنك ما تستغلش الفرصة دي؟ يعني حضرتك لو دخلت مشروع أو دخلت تجارة أو دخلت أي حاجة في الدنيا وما استغلتش الفرصة اللي أنت دخلتها دي والتجارة دي وخسرت فيها، هيكون مين السبب؟ أكيد أنت. مين اللي بيدفع ثمن عدم استغلال الفرصة؟ الشخص نفسه. هنرجع تاني لموضوعنا ان الفرصة بتجيلك كل سنة وانت بتستغلهاش. رمضان السنة اللي فاتت كان في ناس موجودة في وسطينا وعايشة معانا وصامت معانا وصلت معانا، وهي حاليا ما بين حاجتين، يا اما بين ايدين المولى سبحانه وتعالى او مريضة ومش قادرة ان هي تصوم معانا السنة دي. طيب انت ربنا سبحانه وتعالى اداك الصحة واداك كل حاجة بيتمناها اي بني ادم واي انسان، وربنا سبحانه وتعالى احياك السنة دي عشان تصوم شهر رمضان وانت في صحتك وعافيتك، ومش ضامن انك تستنى للسنة الجاية او تكون عايش السنة الجاية عشان تستغل الفرصة دي. طب احنا دخلنا على اول يوم رمضان، يا ترى هنعرف نستغل الفرصة عشان نفوز بالعفو والمغفرة والعتق من النيران على آخر الشهر الكريم ده؟ يا ترى مين فينا هيعرف يستغل الشهر ده ويستفيد منه ويخرج منه ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر له وأعتقه من النيران؟ طب ازاي نستغل الشهر ده؟ لازم في أول يوم كلنا ننوي ونعلن التوبة للمولى سبحانه وتعالى. أي واحد فينا كان بيعمل حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، أي واحد فينا كان بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، أي واحد فينا كان بيخالف الدين ويخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يرجع تاني ويحاسب نفسه ويعلن التوبة عن كل الأفعال اللي هو كان بيعملها في حياته اللي عدت. طيب في حاجات احنا ممكن نعملها في الشهر الكريم ده برضو هتزيدنا وهتنفعنا في حياتنا اللي جاية إن شاء الله. لما نقف بين ايدين المولى سبحانه وتعالى برضو هتنفعنا. ايه الحاجات دي اللي هي من وجهة نظرنا ممكن تكون صغيرة جدا، لكن عند المولى سبحانه وتعالى لها شأن كبير؟ يعني احنا لو واحد فينا جاب مجموعة كراسي وحطها في المسجد للناس اللي هي بتصلي دي، ما انت هتاخد اجر عليها. لو حضرتك حطيت على باب الشباك او البلكونة بتاعتك كوباية مية واي اناء فيه طعام للعصافير اللي هي في الجو دي، هتاخد برضو اجر عليها. حضرتك لو شغال في مهنة معينة وليك راتب شهري وخصصت جزء من الراتب ده لكفالة يتيم، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عليك. حضرتك لو شغال عندك مشروع خاص بيك، عربية أو تاكس، وخصصت من الإيراد اليومي بتاعك جزء صغير للمحتاجين والفقراء، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عليك. حضرتك لو عملت حصالة أو صندوق في الأوضة بتاعتك في البيت، ولما تروح كل يوم وحسيت انك عملت ذنب او معصية للمولى سبحانه وتعالى وحطيت جزء او مبلغ في الصندوق ده، وجيت اخر الشهر فتحت الصندوق وتصدقت من المبلغ ده، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عليك. ممكن نعمل الموضوع ده كل شهر، ممكن نعمله كل اسبوع، ان انا اخلي صندوق عندي في الاوضه، وكل ما اذنب ذنب او اعمل معصيه للمولى سبحانه وتعالى احط جزء من المال في الصندوق ده، واخر الشهر او اخر الاسبوع افتح الصندوق واطلع المبلغ اللي فيه واتصدق بيه لاي حد محتاج. صدقوني شهر رمضان شهر كريم، شهر فيه كل الخير لينا كلنا، بس المهم ان احنا نستغله صح. استغل شهر رمضان، استغل الفرصة كويس جدا السنة دي، لانك مش ضامن انك هتكمل وهتعيش للسنة الجاية، مش ضامن ان رمضان هيجي تاني عليك السنة الجاية.
مش ضامن زي ما غيرك كان عايش معانا وحاليا هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، وما ضمنش ان هو يعيش السنة دي ويصوم شهر رمضان تاني. استغل رمضان السنة دي بالله عليك، وبلاش بلاش بلاش اي حاجة دنيوية تسرقك من الشهر الكريم ده. صدقني لو تابعت النهاردة اي حلقة في التلفزيون او اي مسلسل في التلفزيون هتتعلق بيه خلاص. ما انت شفت اول حلقة، الشيطان هيضحك عليك، هيقول لك شوف الاحداث النهارده حصل ايه، بكره حصل ايه، هتلاقي نفسك يوم ورا يوم ورا يوم هتقعد قدام الشاشة، هتسيب القرآن، هتسيب التراويح، هتسيب حاجات انت المفروض تتشبث بيها وتمسك بيها في ايدك واسنانك، عشان مش ضامنين هنلحق تاني فرصة السنة الجاية ولا فرصة هتروح علينا. فرصة جاية لنا على طبق من ذهب عشان نفوز بالعفو والمغفرة والعتق من النيران. يا راجل ده انت ربنا بيوعدك ان هو يعفو عنك ويغفر لك وهيرحمك من النار، وتبعد وتهرب من وعد ربنا ليك. يا راجل استغل وعد ربنا، يا راجل يا سيدي الفاضل يا سيدتي الفاضلة، استغل وعد ربنا ليك ان هو يعفو عنك ويغفر لك ويعتقك من النيران، واستغل الشهر الكريم ده. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب يا رب يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين، ويحيينا ويحييكم لرمضان أعوام وأعوام لا فاقدين ولا مفقودين، وعلى طاعته قائمين، اللهم آمين. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد هنبدأ فيه مع بعض إن شاء الله، نتكلم عن قصص الأنبياء مع بعض، وناخدها كل يوم حلقة إن شاء الله عشان نعرف قصص الأنبياء مع بعض إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.